بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر للتعليق على دعم الإمارات لماكرون. قرأت هذا الخبر على صحيفة فرنسية، وهي تصريحات لمسؤول الخارجية الإماراتية بأن الإمارات العربية المتحدة تدعم إيمانويل ماكرون. وزير الخارجية الإماراتي يرى أن الرئيس الفرنسي لا يريد عزل المسلمين في الغرب. وهنا أيضا يقول الخبر: بينما تواجه فرنسا مقاطعة لمنتجاتها من العديد من الدول الإسلامية، تلقى إيمانويل ماكرون للتو دعما واضحا من الإمارات العربية، ودافعت البلاد بصوت وزير خارجيتها عن الرئيس الفرنسي في الجدل الذي انتشر ضده بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مقابلة نشرت يوم الاثنين في صحيفة زافيلت الألمانية، رفض أنور قرقاش فكرة أن إيمانويل ماكرون عبر عن رسالة إقصاء المسلمين، وقال: عليك الاستماع إلى ما قاله ماكرون حقا في خطابه، فهو لا يريد عزل المسلمين في الغرب، وهو محق تماما، وبحسب الوزير يجب على المسلمين الاندماج بشكل أفضل، ومن حق الدولة الفرنسية البحث عن طرق لتحقيق ذلك في الوقت الذي تكافح فيه التطرف والإنغلاق على المجتمع. طيب إخواني الكرام، هذا الكلام خطير جدا جدا جدا. وسبحان الله، يعني في الوقت الذي يساند هؤلاء ماكرون، سبحان الله، نرى في نفس الفيديو وفي نفس الصحيفة هذا الفيديو لحرق صور ماكرون في جميع الدول العربية والإسلامية. وهذا يؤكد لكم أننا لا يمكن أن نعتمد على هذه الحكومات الخائنة وهؤلاء الأشخاص الذين خانوا الله سبحانه وتعالى وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا المسلمين في فرنسا. وسأكشف لكم الآن عن مسألة خطيرة جدا تتعلق بماكرون. ماكرون في هذا الخطاب، لو فاكرين الخطاب الذي قال فيه الإسلام يعيش أزمة، فاكرين هذا الخطاب اللي تكلم فيه عن عزل البنات في حمامات السباحة والملابس الخاصة بحمامات السباحة وأكل الخنزير وهذه الأمور؟ اليوم قرأت هذه التغريدة على حساب صحفي فرنسي يقول: أعلن جيرالد دارمانين أن جريمة الانفصالية ستعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل من يرفض العلاج من قبل طبيب من نوع آخر. وذكر أيضا تعقيبا على هذا الاقتراح: غير أن حرية اختيار مريضة للطبيب منصوص عليها في مدونة الأخلاق المادة 6. يقصد هنا أن وزير الداخلية الفرنسي اقترح من ضمن قانون الانفصالية الذي أعلن عنه ماكرون في هذا الخطاب أن تعاقب المرأة التي ترفض العلاج عند الرجال بالسجن لمدة 5 سنوات. يعني المرأة التي سترفض كشف عورتها أمام الرجال سوف تعاقب بالسجن. ويأتي هذا قرقاش يدعم إيمانويل ماكرون ويقول أنه لا يريد إقصاء المسلمين بل يريد دمج المسلمين. لما يأتي هنا في هذا الخبر ويقول لك بأن المرأة المسلمة التي سترفض الطبيب الذي يعالج المرأة هذه ستعاقب بالسجن 5 سنوات. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يريدون كشف عورات النساء. إذا ما كان عندكم غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم فغاروا على نساء المسلمين. فأنا أقول المقاطعة لا تتعلق فقط بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بالقانون الذي سيصدر في شهر ديسمبر ضد المسلمين، وهذا القانون مفصل ضد المسلمين من أجل فرض العلمانية على المسلمين، فرض العلمانية على بنات المسلمين، فرض العلمانية على نساء المسلمين. المرأة ليس لديها الحق في أن تختار طبيبة لها، يجب أن تذهب إلى الطبيب. وأنا متأكد أن هذا لن يطبق على نساء اليهود، أنا متأكد يقينا أن هذا سيطبق على المسلمات فقط. وخلي بالكم، هم انقلبوا على ما يسمى الدستور. أنا دخلت على الرابط وهذا هو الدستور الفرنسي، يقول، وأنا هترجم للغة العربية: لك الحرية في اختيار طبيبك بما في ذلك في المستشفى، إنه حق أساسي منصوص عليه في القانون، ومع ذلك قد يكون تطبيق هذا المبدأ محدودا إذا كنت تعيش في منطقة ذات تركيبة سكانية طبية منخفضة، أو إذا كانت ظروفك المادية لا تسمح لك باستشارة طبيب مخول بتجاوز الرسوم. لديك الحق في تغيير الأطباء، يجب على الشخص الذي تتركه احترام هذا الحق وإرسال ملفك إلى أي طبيب آخر قمت بتعيينه. يحق لك دائما الحصول على آراء طبية عديدة قبل قبول العلاج أو التدخل. يجب أيضا التوفيق بين هذه المبادئ
مع مسار الرعاية ونظام الطبيب المعالج أو الممارس العام والمتخصص، مما يعني إعطاء الأولوية للطبيب الذي يعرفك جيدا قبل استشارة أخصائي رعاية صحية أخرى. خلاف ذلك سوف تحصل على تعويض أقل من التأمين الصحي أثناء الاستشارة. لك الحرية في تغيير طبيبك المعالج دون شروط ودون تبريرات، دون الحاجة إلى تبرير ذلك. هذا هو الدستور الفرنسي الذي يتفاخر به ماكرون في لقاء الجزيرة، يقول نحن لا نريد أن نتجاوز الدستور، نحن عندنا دستور فيه حريات. أين الحرية الشخصية في فرض هذا الأمر على المسلمات؟ وزير الداخلية هذا يا إخواني هو الذي أيضا حل جمعية بركة سيتي، وهو الذي اعتقل الأخ إدريس سي حميدي، وهو الذي يتولى ملف مواجهة المسلمين وفرض العلمانية على المسلمين. اللي مش عارف اللي بيحصل الآن إنه في مجلس اسمه مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا أنشأه ساركوزي. هذا المجلس يعد الآن خطباء المساجد من أجل فرض العلمانية على المسلمين. هم بيسموه مجلس الديانة، وهو المفروض اسمه مجلس الدياثة. هذا المجلس المهمة الرئيسية له فرض العلمانية على المسلمين وتجهيز خطباء مساجد. وهذا الكلام على فكرة مش كلامي، هذا الكلام موجود في هذا الخبر. لو شفنا هنا اهو، هنا كمان اهو عشان تشوفوا بس بعض الناس ممكن هذا الكلام. ولكي تتمكن فرنسا من تعويض هذا النقص، أكد إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع المجلس الفرنسي للدياثة المحاور الرئيسي للسلطات العامة على أن ينتهي في غضون 6 أشهر على الأكثر من إعداد برنامج تدريب الأئمة في بلادنا. وقال علينا معا في صحوة جمهورية أن نتصدى لأولئك الذين يبتغون الفصل فيما بيننا. هؤلاء هم من سيتولون علمنة عقول المسلمين وفرض العلمانية على المسلمين. هذه محاكم تفتيش يا جماعة، مش موجودة في أي مكان. اليهود والنصارى الذين يعيشون في بعض الدول العربية يتمتعون بحرية كاملة، لا أحد يتدخل في الكنائس في الدول العربية. في الإمارات، هذه الإمارات تبني للهندوس معابد وتعطيهم أموال وتترك لهم الحرية الكاملة لممارسة شعائرهم. في مصر عندنا لا يجرؤ رئيس الجمهورية أن يتدخل في الكنائس. في كل الدول العربية لا يجرؤ أحد أن يفرض على أحد أي شيء. في تاريخ الدولة الإسلامية، أنا أتكلم الآن، ارجعوا قبل هؤلاء الحكام الخونة، ارجعوا لتاريخ الدولة الإسلامية، لم يتدخل المسلمون في شؤون النصارى. كانوا يتركون النصارى يفعلون ما يشاءون في كنائسهم ما داموا على العهد. أما نحن الآن هذه العلمانية التي تفرض على المسلمين، يفرض على المرأة أن تذهب إلى طبيب ويجب أن تنزل إلى حمام السباحة بملابس عارية. خلاص بلاها حمام السباحة، هذه أشياء من الكماليات، لكن مسألة الطبيب هذه مسألة ضرورية. ويطلع هذا الخائن اللي مشغله خائن أيضا محمد بن زايد أو ابن ناقص يتكلم عن دعم ماكرون ضد المسلمين هناك. هؤلاء الخونة. هناك فرض للعلمانية على المسلمين في فرنسا. المسألة لا تتعلق فقط بالإساءة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأعرض عليكم هذه الأشياء وسأضع لكم روابط هذه الأشياء في التعليقات، انشروها بين الناس، قولوا لهم هؤلاء الخونة يدعمون فرنسا ضد المسلمين. قولوا لهم إن فرنسا الآن تريد كشف عورات المسلمات، فنحن سنقاطع غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة على نساء المسلمين في فرنسا. ما زال هناك الكثير والكثير من الإجراءات ضد المسلمين في فرنسا. الموضوع لا يتعلق فقط بالذهاب إلى الطبيب، لا، الأمر يتعلق بالعقيدة وفرض المفاهيم العلمانية على المسلمين. يتدخلون في شؤون المسلمين. ليس من حق المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما يريد. لا يوجد حرية، ويقول لك حرية تامة، عندنا حرية مطلقة. لا والله، الحرية المطلقة فقط لهم، للنصارى، لليهود. هل تعلم أن المنتقبة تمنع في فرنسا، لكن لا أحد يستطيع أن يمس المرأة المنتقبة اليهودية في شوارع فرنسا؟ لا يستطيع أحد أن يقترب منها أبدا. بل خرج أحد اليهود وقال إذا فكر ماكرون أن يقترب من هذه سنحاكمه داخل فرنسا بمعاداة السامية. أما المرأة المنتقبة المسلمة ممنوعة وتدفع غرامة. القانون سيصدر في شهر ديسمبر، ولا يتعلق فقط بموضوع كشف عورة المرأة أو ذهاب المرأة إلى الطبيب، يتعلق بأمور أخرى كثيرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يثبتهم وأن يحميهم من كل شر. إن شاء الله لن يتم هذا الأمر، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتم هذا الأمر. خصوهم بالدعاء في هذا الأمر بالذات بألا يتم هذا الأمر. وبعض الإخوة اللي بيكتبوا في التعليقات يقولون طيب المسلم الذي يعيش هناك لماذا يجلس هناك؟ يسافر. نعم، أقول أي مسلم لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على دينه يذهب على طول مباشرة خارج البلاد. لكن المشكلة الأكبر هي في المسلم الفرنسي. أنت ما تعرف أن في مسلمين أصلا من أصول فرنسية، يعني هم أصلا من فرنسا دخلوا في الإسلام، كان نصراني وأسلم، كان ملحد وأسلم، هذا من فرنسا. ماذا يفعل هذا؟ هناك ملايين المسلمين، ويجب أن يكون هناك موقف من المسلمين اللي في داخل فرنسا بالمناسبة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما عندي كلام أكثر من ذلك، أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.